قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتلاقى مع جهود مكافحة الفساد، مؤكدا أن الحكومة تطلع على مضامينه وستكون موضوع مناقشات برلمانية ضمن لجنة مراقبة المال العامة. وأضاف بيتاس ضمن ندوة التصريح الحكومي اليوم الأربعاء أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات الصادرة عن المجلس، مؤكدا أن التقرير ستصدر كل سنة والهدف منها هو تحسين عملية التدبير العمومي. وبخصوص جدل استيراد العجول، أوضح المسؤول الحكومي أن عدد العجول المستوردة منذ تعليق العمل على الضريبة بالقيمة المضافة في 3 فبراير الماضي لم يتجاوز 3890 رأسا. وأشار إلى أن الطموح الحكومي أكبر، والهدف الرئيسي من هذه العملية هو خفض الأسعار التي ارتفعت نتيجة عوامل عديدة. ونبه بيتاس إلى أن تعليق الضريبة على القيمة المضافة خفضت التكاليف إلى حدها الأدنى، آملا في ارتفاع عدد الرؤوس المستوردة. وزاد مؤكدا مسارات الاستيراد واضحة إداريا وصحيا، ولا مجال لنشر معلومات زائفة حول الوضع الصحي للعجول المستوردة. وتابع الوزير التجمعي بشأن الأضاحي من الأغنام أن الحكومة وضعت إجراءات لتسيير الاستيراد وللراغبين في ذلك فرصة التوجه إلى أي سوق يريدون في العالم. المهم هو الاستجابة لمعايير السلامة الصحية على جميع المستويات.